زوارنا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من دردشة كروية. اليوم سنخصصها لمباراة الإياب بين برشلونة والميلان. معي من الزملاء محمد عواد، خلدون موسى ومتري حجار، وأنا خلدون الشيخ. فلنبدأ يا شباب. الثقة عالية عند النادي الكتالوني رغم التخلف بهدفين. المدرب الإعلام الكتالوني والنجم الأكبر ميسي يقول هناك فرصة، واثقين من الفوز والعودة والتأهل. بالنسبة لي أنا شايف من بعد تصريحات نجوم برشلونة أنهم متفائلين جدا بمباراة الإياب أنهم ممكن يهزموا ميلان ويتأهلوا عنه، إلا أني أجد الأمر غاية في الصعوبة، خصوصا لو برشلونة تلقت شباكه هدف في المباراة، فعندها يعني حتكون الأمور في غاية الصعوبة، أقرب إلى المستحيل، مع أنه ما في مستحيل في عالم كرة القدم. يعني قبل الحديث الأمور تكتيكية. السؤال لميسي وبيكي والتهديدات هاي الكبيرة، احنا تعرف مش تهديدات، معلش لو النتيجة 2-0 على نادي ثاني غير برشلونة كنا حكينا ميلان يتأهل، لانه برشلونه الناس محترميته. هاي التصريحات كلها الناريه انا شفتها خلال هاي بالضبط. شو سببها؟ أنا شو تغير؟ انا اللي بدي احكي بالضبط. معنويات. شو المعنويات؟ خسروا المدريد مع الاحتياط، مع نص الاحتياط، اوكي، بس وفازوا على امبارح في مباراه اداء عالي جدا على ديبورتيفو. فليش تغير؟ شو احنا نتكلم بعيدا عن الامور التكتيكيه. احنا هاي طبعا شوف، لا شك انك تكون في هناك تعبئه نفسيه على اساس لا تفقد الامل. صحيح. احنا نعرف الامور زي ما رورا حكى انه ذهب للانتقام بالبرنابيو مثلا. هي قدم واحده من اسوء المباريات نفسيه. هذا سؤالي، هل تغير شيء عن اسوأ فتره يمكن من 4 أو 5 سنوات؟ الشحن النفسي والجانب المعنوي في اي مواجهه كبيره مثل هيك مهم جدا، حتى لو كان الامور تكتيكيه مع برشلونه ما زبطت، ولكن الشحن المعنوي مطلوب معك. بس لازم يكون له منطق خلدون. لما الاداء زي نفس الاداء، يعني انا كيف بدي مثلا انا فريقي بيخسر اجي اقول لهم يلا نغلبهم؟ هو ما احنا بنخسر، هي اسكت انزل طبعا. لا شو خلينا نحكي بس ندخل متري. شو بيخبئ الميلان لبرشلونة؟ في هناك مفاجأة انه عدا عن اللي شفناه بالمباراة الذهاب؟ هلا انا ما بتصور رح يكون في مفاجأة، بس لازم نكون حذرين. يعني ما طبعا اسمني الممثل للميلان ولكن كاسيت وثبت هذا الامر. الفكرة بالموضوع انه مع برشلونة يجب ان تكون دائما حذر مهما كان وضعه سيء. يعني بس على ما يبدو انه برشلونة عم بيمشي يعني ما بدي احكيها من هلا، بس برأيي يقرأ التاريخ شوي. يعني تاريخه وقت كما يقال باللهجة الشامية كب الراس بسنة 94 4-0 مع الانتر، نفس الحديث بال2010 وطلع. هلا ما عم بقول انه راح يطلع، برشلونة فرصته كتير قوية. يعني كامب نو هو جحيم، وهو سواء كان الفريق منيح ولا فرصته قوية، معناته ميلان فرصته ضعيفة. الميلان فرصته مو قليلة كمان باستناد نتيجة الذهاب. فرصته منيحة طبعا، يعني بنتيجة الظروف ميلان فرصته أحسن، بس كونك عم تلعب مع برشلونة وبقدرته الهائلة على التسجيل، فالعملية ليست ما أنا عملية صعبة إنه برشلونة يسجل جولين. يعني جول أول شوط، جول ثاني شوط، ناخذ على التمرير. طب آخر 5-6 مباريات ما شفنا برشلونة فاز بفارق هدفين على فريق مستوى. يعني ديبورتيفو احتل قاع الترتيب، فاز عليه 2-0 حتى بصعوبة. يعني مع ريال مدريد شفناه، وحتى بمباراة الذهاب مع الميلان، وحتى مباراة الدوري كانت 2-1 اللي سبقت المباريات الثلاث. معناته ما في أي مؤشرات، ومثل ما حكى محمد ما في اي تغيير صار ليحسسنا. وميلان ما خسرش فرق هدفين طول الموسم الا يسجل. يعني ما خسرش اكثر من فرق هدفين طول الموسم مع أليجري. يعني بنظر غاض يعني أليجري ظل مصمم اني اظني مش مقتنع فيه. لما راح نزل باتزيني في المباراه الاخيره رجع ضرب اللي احترمته فيها. هي كارثه. هلا ميلان نفسه ما خسر. انا هاي خليني احكي شغله تاريخيا. لما مورينيو غلبهم مع الانتر 3-1، شو كتبت الموندو ديبورتيفو بالاياب؟ اجعلوها بركانا، كانت ايامها البركان. اجوا وب10 ولا بركان وما شفنا شيء، وبال2012 مع تشيلسي والانتقام والثأر وما شفنا شيء. الشحن المعنوي السلبي ما بيزبط مع لعيبه برشلونه. هذا مش لعيبه مدريد، ومش ضروري سلبي بعد المباراه ندرك انه سلبي، بس حتى الان يعني لازم يسوي. هو شوف ما بتخيل راح يفوت مثلا يحكي والله احنا فاقدين الامل او كذا. لازم يكون في هناك رفع للمعنويات. هو بعد ما طلع من الكاس برشلونه وخسارته الكلاسيكو في الدوري، تبقت له مباراة. طبعا الدوري انحسم لبرشلونة، ولكن تبقت له مباراة الميلان اللي هي أهم مباراة له حاليا في الموسم كله. نعم. هل إنه ممكن يعدي من الميلان ويستمر، أو إنه يطلع من الدور 16 اللي هو له زمان ما طلع من الدور 16؟ لذلك هم أطروا المباراة هاي وحصروها في يعني في فريم خلينا نحكي معين، إنه هاي هي مباراتنا. هاي هي يعني يا إنه بنثبت إنه إحنا برشلونة رجعنا تأهلنا. فمن هذا المنطلق انه برشلونه بس فيني اعمل مداخله صغيره على هي النقطه اللي حكاها خلدون كتير هامه. اما هذا الشحن بيكون ايجابي فعلا وبيعطيهم دفعه، او بالعكس هي هون بيحملهم ضغط
وبيخليهم ما يعرفوا يجيبوا جوال، وبيستغل الوضع الميلاني اللي داخل المباراه بهدوء شديد. اذا بدنا نتفق انها مساله معنويه، اذا فعلا برشلونه خسر بغروره مؤخرا، انه معناها لما بده يحط براسه المباراه حيفوز، واذا ما حطش حيفوز. الشيء كان يغير الموضوع كله في لانوفا والاشياء الثانيه اللي حكيناها. هل هو الموضوع هيك؟ شفتوا مستوى تيو، مستوى فيا، اللعيبه انتهوا، في لعيبه انتهوا مع برشلونه. طيب شو بدهم يعملوا؟ محمد سؤال لك فنيا هيك سؤال، يعني احنا بنحكي على الشحن النفسي والكلام الاعلامي، يعني خلينا نحكي تكتيكيا. هلا لو انت مدرب فيلانوفا او رورا، ما كنش رورا، لا انا معلش انا مش رورا معلش فرضنا أنا انت مدرب برشلونه، يعني انت ماذا ستفعل؟ يعني انت عارف شو مستويات اللاعبين، عارف يعني بينك وبين اللاعبين، عارف انه في هناك يعني انخفاض حتى في الشهيه. ماذا ستفعل لو كنت؟ اول شيء حاعترف انه وضعي صعب. جوارديولا بديش اقول فيلانوفا، حاعترف انه وضعي صعب. اهم شيء اعترف انه وضعي صعب، اصدق مع حالي ومع فريقي. ما اضلني مصمم انه انا برشلونه 2009 و2011 تمام، لانه في وضع مختلف، عارفين الكل. انا سؤالي ماذا ستفعل كي تفوز؟ انا حلعب 3-4-3، انا لازم اهجم 3-4-3 طبعا، لانه اول شيء اصابه وهي ما لعبها فيلانوفا طول الموسم، ما ابدا لعبت مع جوارديولا فقط. نعم 3-4-3 بقدم داني الفيس على اليمين، ساعتها بضلني خالق شويه توازن. بلعب بماسكيرانو، بما انه بويول مستوى سيء خلينا نحكي مؤخرا، بلعب بماسكيرانو وبيكي وبويول ورا. طب ما بيكي كمان مستوى مش ولا اتوقع لما يكون عندك قلبين دفاع سيئين لازم تلعب بثالث، هيك القاعده. يعني زي ما عمل يوما ما كونتي لما كان مستوى بنوتشي شوي سيء، لعب بثلاث، صار يوفنتوس من اقوى الدفاعات. فاتوقع انه لو يلعب ب3-4-3 ساعتها بيستفيد، ممكن يحط راس حربة كثير مهم لما يتكدر قدامك مدافع تلعب راس حربة. زي مين؟ يعني شفنا فيا يا بيلعب يا ميسي بيلعب. طب هل ممكن يلعب فيا ميسي بعد اخر مباراه؟ بشرط يمرر له، وممكن يلعب. انا يعني سوري انا بشوف انه فيا في المباراه هاي يعني ينعطى الفرصه يلعب اساسي، ينزل من المباراه احسن من فابريجاس في الهجوم. ليش ما بعطيه فرصه؟ انا بتوقع شخصيه لو فيا بدل المباراه ممكن يعمل شيء في المباراه. يعني بيدرو فيا ميسي ما بيلعبوا فيا جناح ايسر، لعب جناح يعني لازم يلعب بالوسط، يفوت يضم لجوا وبكفي شغله انه مهاجم تضله بدون راس حربة واضح. شفت زباتا شرح الموضوع، قال لك احنا كيف لعبنا مع ميلان، كنا دائما قراب، واحد منا من ميسي واحد من المدافع المهاجم الثاني. لو انت عندك راس حربة زباتا ما بيقدر يعمل سبورت لاي حدا، لانه اذا طلع حيترك فيا. فمهم كثير يكون في واحد ساقط يمنع قلبين الدفاع يتحركوا. طب هل ممكن يعني صحيح القول انه لو انه فعلا برشلونه متخلف بهدفين باي مباراه كاس، يعني انه ممكن لديه فرصه الا اذا كان ميلان او اذا كان فريق ايطالي، اللي احنا بنعرف العقليه الايطاليه. هلا اذا سمعنا كيف ممكن يلعب برشلونه، ميلان عنده شيء ولا راح يلعب بنفس الطريقه اللي لعبها بالذهاب؟ هلا بناء على المعطيات انه ميلان متقدم 2-0 والايطاليين هن واقعيين، فراح يلعب على هاي المعطيات. نحن بدهم 3 اهداف ليتاهلوا. الهدف نضل نأخر لهم تسجيل الهدف لأطول وقت ممكن، لذلك الأداء سيكون دفاعي. يعني السر بافتتاح التسجيل. يعني هلا هو السر الأداء دفاعي فقط، يعني كأنه كان بالذهاب ميلان لا هو هجوم البحث يعني ما اختلفنا، بس أنت بهي المباراة إذا بتجيب هدف صار مطلوب 4. لا هو هدف بينهي المباراة اتوقع على وضع برشلونة الحالي. هدف هلا انا رايي انه المشكله اسلوب اللعب. انا بدي اعرف اسلوب اللعب راح يضل 4-3-3 نفس ضفتين دفاع مثل ما شفنا ضفتين دفاع، وراح يكون الشعراوي على اليسار ليضرب جهه داني الفيس، وراح يكون نيانج بتصور اساسي. هلا المشكله انا اللي زعجتني هو معناته 3-4-3 ممكن تكون تسبب مشكله لبرشلونه. ما هو شو الاوبشن الثاني عند برشلونه؟ ما هذا السؤال. شوف وبالنسبه لبرشلونه ما يعني انا بتوقع انه ما عنده خيارات كثير حاليا يعملها، او ثوره تكتيكيه في الملعب انه يقلب على يفاجئ فيها الميلان. راح يجوز يقدم دان الفيس على الوسط، يصير 4 في الوسط، جانب هجومي اكثر مع مسانده من خالد ألبا على الشمال. ما في ثوره تكتيكيه حتصير في الملعب، ولكن المباراه خطيره من اي ناحيه؟ من ناحيه انه لو برشلونه هدف مبكرا خطر على الميلان طبعا. لو تاخر الهدف خطر جدا على برشلونه. لو ميلان سجل مبكرا في المباراه انتهت عمليا. هلا انا عندي هون يعني هاي خطوره المباراه. يعني انا واقف على هدف لاي فريق فيهم. يعني برشلونه مع ارسنال مع ميلان كل ما كانت تبلش المباراه هو مش متاهل كان يتجول فيه. مع ارسنال 1-1 لعند طرد فان بيرسي اذا بنتذكر. ميلان حط هدف يوم 3-1 حط هدف. بس هي نقطه، بس في نقطه بالنسبه لميلان يعني كمان اذا اخذناها من ناحيه اللي صار مع ارسنال السنه الماضيه، كان متقدم 4-0 باريحيه، راح استاد الامارات بارسنال
يعني لولا خلينا نقول شعره كان ممكن مش مع برشلونه أنا ممكن ارسنال قلب الموضوع، تقدم 3-0 كان ممكن برشلونه في- ضل مخوفك للدقيقه 99 ولعند ما تتاكد انك تاهلت وروحت في الباص تتاكد انك تاهلت. هاي هي فكرتك مع بس تلعب بتضل برشلونه محاولة. حيجبرهم يتواضعوا. برشلونه اشوف ميلان إجباري. خسر مع ليفربول غرور لانه كان اقوى فريق بالعالم. ميلان خسر مع ارسنال غرور، ووصل مع غلبوا فريق ديبورتيفو. غلبه باربعه هو بدوش يلعب. مش وصل تكتيكية. ديبورتيفو الشهيره ومع ديبورتيفو كان ميلان اقوى فريق بالعالم، كان راح ياخذ دوري الابطال كل هاي وتأهل منها الخسائر 100%. كل هاي الخسائر غرور كانت تمام، كلها كانت بس لا تنسى انه برشلونه حاله مش مغرور، برشلونه فتره صعبه. برشلونة راح يهاجم، راح يهاجم، ما بس راح بيجبر ياخذ ميلان رأيي. يتواضع. برشلونه بيجبر ميلان. انا لو فايز على برشلونه 5-0 ذهابا واروح العب مع اياب بكون خايف حاليا. وبرشلونه بيضل باي لحظه ممكن يرجع برشلونه، ما بتعرفش اذا طلع من قدام بداخله الوحش هذا انه خلص هي شو صار. هلا بس طب اسمحوا لي بضلني خايف. مداخله صغيره نعم. في الموضوع. المشكله انا هلا اللي بعض الجماهير عارضتني فيها، انا اللي خايف منها جدا هي مساله غياب باتزيني. لي سببين. اول سبب هي العقليه اللي نزلت تياغو سيلفا هذيك اللعبه وضربته، رجعت نزلت باتزيني، وهذا الشيء يعني الغلطه اللي بيعملها ايريجري عملها مرتين ومع برشلونه وكان وضعه منيح يعني. فهلا هاي العقليه نفسها اللي عم فانا خايف يتعاملوا بنفس هاي العقليه مع المباراه ويخسروا. النقطه الثانيه كتكتيكيا، انت عندك باتزيني لاعب قوي بدنيا ولاعب يمر بابهى مرحله في مسيرته مع الميلان، في مسيرته مع الميلان، عم بيسجل جولين وثلاثه باللعبه، فعنده فرصه عاليه للتهديف. نحن هذا الحديث اللي هلا تنزل نيانج ممكن يعمل شيء، بس نيانج لهلا ما سجل ولا جول بالدوري. بضيف على كلامك، مين اللي طلع برشلونه مع تشيلسي؟ دروجبا ايه ذهابا وايابا. مين اللي صح، ارتكزوا بقوة عليه؟ جسدية. مين اللي ارتكزوا عليه؟ برشلونه بيعاني كثير قدام اي راس حرب بترتكز عليه، بيعاني كثير انه خاصة إذا لعيبته كان هداف. اوكي بيكي وبيول، بس شفنا باتزيني شو عمل فيهم ذهابا، غلبهم جدا، ما فيش يتعاملوا معاه. مع انه باتزيني فنيا لاعب عادي جدا، بالضبط. هو لاعب قوته قوة جسديه، جسدية. لاعب ذكي وقوي جسديا، هداف. فضايقهم وغلبهم. فتخيل يعني اسم برشلونه مشكله ميلان صار مضطر بالاياب انه يرتد بالفنيات والمهارات مش بالكره العاليه. مش بالكره العاليه لباتزيني وباتزيني لا تزال ممكنه انت لانه عندك نيانج سريع، عندك نيانج بدك قوي قوة بس. وعندك هي بس مشكلته ما انه خبير بالضبط. قدام مثل باتزيني انه حطينا جول. هون الوضع مختلف شوي. طب انا بدي اسال سؤال، متى اخر مره شفنا فيها برشلونه تاخر مباراه كاس بذهاب وقلب التخلف بفوز في الاياب وتاهل؟ ان كانت مباراه كاس اسبانيا او ارسنال كاس 2001 بتشامبيونز ارسنال 2-1 نعم، نحكي على ارضه، 2-1. لعب بالاياب نعم. بارضه وفاز بالاياب 3-1. نعم. كانت فيها ركله الجزاء قبل سنتين تقريبا. ها 3-1 2-1 ذهابا لما ارشفين فوز. صح. لما كنت بروح لك ارشفين فراح ارشفين فوزوا. بس هون انا بدي اسلط الضوء على نقطه انه الجماهير برشلونه ما تحمل ميسي ضغط المباراه كله. يعني احنا ما ننتظر من ميسي انه يكون خارق في المباراه يجيب جولين وثلاث في المباراه. نقطه مهمه يعني. لانه اذا برشلونه بده يعمل المباراه التاريخيه والمعجزه ويتاهل، يجيب 3 جوال ويتاهل وما يتلقى ولا هدف، لازم كل لاعبين برشلونه يكونوا في يومهم، يكونوا يعني ما يعني تشافي اختفى في المباراه معناته برشلونه بيلعب 10 لاعبين. بيول او بيكي في الدفاع. مين اللي حصد كل الامجاد اللي حصدها برشلونه كفرد؟ مين اللي حصد كل امجاد برشلونه؟ ميسي. اذا لازم هو يكون عند الجد اكثر شخص يتحمل المسؤوليه. بس ما تستنى منه هاتريك في المباراه. والله يعني ما يتحملش المسؤوليه كلها. بس انا الصراحه بعارضه تماما. انا والله عندي لاعب هو الاحسن بالعالم وصار له مسيطر على كل الكره الذهبيه 4 سنين. والله هلا اذا ما توقعت منه لحاله اذا الفريق كله طيب لا انا بنحكي اصلا احنا اخر كم مباراه شفنا فيش غير انيستا كان يتحرك. صح. الكل كان ميت. برشلونه حل 9 سيئين في الملعب، 10 سيئين في الملعب. طيب في حاله زي هيك صح بيجيب جوال بس يعني بطلب من الجماهير انه في حاله زي هيك في المباراه لما يكون ال10 لاعبين في برشلونه تعبانين ما يطلب من ميسي يكون خارق يجيب هاتريك ويفوزهم. طبعا كان في كلام انه هناك في عدم توجيه بداخل غرفه اللاعبين من مدرب خلال مثلا الهاف تايم بين الشوطين او حتى قبل المباراه. بتعرف بدك تحميس من مدرب فاهم. هل هذا راح يلعب مره اخرى واحنا عارفين انه هو سبب رئيسي عدم وجود مدرب؟ هل سيؤثر ولا انه صار شيء ما عرفناه؟ يعني فيلانوفا بيصرح من امريكا بيقول لك انا متاكد ميسي راح يسجل، رورا يطلع بثقه عاليه قال لك راح نقلب. الصحف هي عم بيحملوه ضغط حرام يعني فائله جدا. لا انا بتوقع انه ما في شيء تكتيكي بارز تغير على برشلونه، راح يفوت نفس التشكيل المعتاد، تغيير بسيط في المراكز ممكن. بس ما في ثوره حتصير يعني في بويول اللي هدف الثاني تاع مدريد دي ماريا هو السبب. بويول طبعا. نعم. الهدف الثاني تاع ميلان نيانج شاب صغير بلمسه براس طلع من بويول وصنع الهدف الثاني. تمام. كل الاهداف عم تتسبب اخيرها سببها بويول.
هل المنطق اني العب بيول اساسي؟ هي اولا. ثانيا تشافي راجع من اصابه، ليش ينزل؟ ما احنا جربناه لما رجع من اصابه بالذهاب. يعني اتوقع شغله تمجيد الاسماء شوي لازم نهدى فيها في برشلونه مضطر كثير اسماء، يعني ما عندك حلول بديله. ليش مش انيستا يلعب مكان تشافي؟ يرجع لورا. انيستا احسن من تشافي 100 مره. هو فعليا اللي عم يعمل، لا هو عم بيلعب سيسك اكثر مكان تشافي. ليش مش انيستا يروح يلعب مكان تشافي؟ هو انسب، تستفيد بورقه هجوميه جوا. بس هو سيسك محل تشافي انسب. بس انيستا احسن، انيستا احسن كصانع العاب، احسن منهم كلهم. ايه بس انيستا عم يلعب صانع العاب متقدم، هذاك بيلعب من ورا، احنا بنلعب باثنين. هو انت بتحكي عدم تمجيد الاسماء ولا هلا عفوا انا بس احكي نقطه مهمه بالنسبه للتشكيل. هل نعلم انه افضل اهداف اللي شفناها لفان بيرسي مع ارسنال الموسم الماضي كان صانعها هو سونغ؟ يعني سونغ ليس مدافع، ليس لاعب ارتكاز فقط، حتى هو مش مدافع على وجهه نظري، كان صانع العاب رهيب لفان بيرسي. وحتى يمكن ما اعرفش، يمكن سيسك يمكن حتى بيطالب انه يشارك السونغ اساسي، بديش اقول محل بوسكيتس، بس يا اخي اعطوه فرصه يلعب بهذا المركز، لانه فعلا دوره زي ما عم نحكي محمد انه ليش تشافي ضله يلعب، هو بقوم هاي الادوار. ولكن يبدو انه متاخر جدا انه يحطوه في مركز جديد حاليا في مباراه زي هيك طبعا مش راح يجرب. ولكن يبدو بالنسبه لسونغ انه ما تاقلم على المنظومه الكتالونيه في الملعب، يعني ما انسجم. برشلونه جابوا مدافع اكثر ما جابوا وسط بالضبط، لانه عنده ناس يعني هذا خطا. هاي مش شوف سوق برشلونه من سنه، من عند ما اجى جوارديولا لليوم سوق سيء دائما. احسن سوق عملها برشلونه يعملها ب 2006 لما جاب اللي جابت رونالدينيو، يعني 2004 2006 اللي جابت رونالدينيو وبيليتي وهي الاسماء كلها، وجابت الشامبيونز ليج وبنوا عليها الجيل تاع لاماسيا. يعني هو لو فكرنا من الاسماء الجديده اللي انجابت خلال 4 مش يمكن اولاد لاماسيا اللي بيلعب اساسي، اولاد لاماسيا نجحوا. خوردي الفا وسيسكي اللي هم اصلا متاقلمين مع الستايل، فيا سنه وبطل، والباقيين كلهم سانشيز وبيعاني وافلاي وين راح. انا ما زلت على سيره سانشيز، ما زلت اؤمن بسانشيز صراحه. انا زلمه شفت سانشيز بايطاليا مستحيل اقتنع انه هذا سانشيز، في شيء غلط بصير. اي امن فيه بايطاليا بس لا تامن فيه. اتوقع سانشيز في شيء غلط توظيفه. سانشيز لاعب احسن بكثير من اللي بشوفه، كثير احسن. في شيء غلط توظيفه، ولما زلت في داخلي في هيك شيء اني مآمن انه ممكن هو اللي يفرق. تعرف شو الغلط توظيفه؟ غلط بتوظيفه انه بيلعب مع ميسي. صدقني هن اللاعبين لهم نفس طريقه اللعب. ميسي وفيا او سانشيز وفيا بيريحوا بعضهم اكثر. فيا بيريح هدول الاثنين، وهذا بيعطي اكثر. بس تلعب اثنين نفس الستايل، كنا نشوفه مع اودونيزي محمد، وانت بتعرف نفس الطريقه اللي بيلعب فيها ميسي، وكانوا يقولوا عنه ميسي تشيلي وميسي. اكثر اقرب لمهاجم ثاني من يكون وينج بيرهقهم. ميسي ما له مهاجم اول. طيب شباب بدنا نحكي على التوقعات هلا. نبلش فيك متري، يعني انت ابديت بعض التشاؤم انه يعني ما زالت فرصه كبيره لبرشلونه يتاهل. شو تتوقع بنهايه يعني تبتسم ابتسامه كبيره، لانه الصراحه حابب اتحفظ على الموضوع. يعني ما في تحفظ، احنا بنحكي يعني صارنا كنا نتحفظ. هذا استاذ خلدون اخرها بقول لك انا محايد. محايد جدا. انا شايف انه بفرصه برشلونه قائمه الصراحه. طيب يعني حتخسروا 3-0 هلا 3-0 لا، بس ممكن نوصل للتمديد. والله ممكن نوصل للتمديد يعني ممكن تخسروا 2-0 ممكن. وطيب شو بده يصير ما بعدين مين حيتأهل فالنتين؟ بعدين بالتمديد. خلينا الحلقه اللي بعدها. حسم اليوم مين راح يوصل الى دور الثمانية؟ منطق نحكي منطق. انا برايي انه المباراه خطيره كثير، بس ميلان قدران انه يتأهل. يعني ميلان حيتأهل ممكن بس ممكن برشلونه يتأهل، ممكن العمليه بتصور ميلان راح يتأهل بهدف. انا بحب مثل ضاعت الحلقه على توقعك. انا بحب اللي بيحكي توقعي، بقول انا شايف هيك راح يصير تنتهي النتيجه برقم 2-1 لبرشلونه. نعم بالوقت الاصلي فيش اضافه. انا بقول سبحان مغير الاحوال. في الحلقه الماضيه لما كان دردشه الذهاب طلبنا من جمهور ميلان والناس كلها تدعي لميلان انه يتأهل. حاليا بصراحه اتوقع جمهور برشلونه مضطر يدعي انه برشلونه يتأهل، لاني متوقع انه ميلان في دور الثمانية. نتيجه وقت اضافي ما في وقت اضافي صدقا، حتى يعني ممكن برشلونه يفوز بفارق هدف اذا فاز. اوكي. برغم من اني املك بصيص امل انه برشلونه قادر على انه يفعلها، ولكن العقل والمنطق يقول انه ميلان حيتأهل. بتوقع 2-1 لبرشلونه ويتأهل ميلان. انا نفس الشيء، يعني لو كانت المباراه ضد اي فريق اخر مش ايطالي مش ميلان خصوصا ونضيف عليها اللي بمر فيه برشلونه في الفتره الحاليه من كل الامور، اعتقد صعب جدا. ولكن ميلان من شهر 12 ولا خساره في الدوري حتى اللحظه. فريق ممتاز جدا. فريق تكتيكيا ابهرني. بس هيك بتصير الامور. فجاه برشلونه سقط لما بلشت
مع ميلان 2-0 والسلسله هاي، ويمكن فجاه يعود. انا لا ما لازم شوف انا اتمنى اعود صراحه لاني ما زلت متحفظ على أليجري، فبديش اياه يكفرونا. ما لازم تكون مفاجاه اذا تاهل برشلونه يعني. لا شو مش مفاجاه 2-0 برا ارضك على فريق بيعاني وبدون مدرب وعنده مليون مشكله ولاعيبه ممنوع. لما نزل ميسي مع ديبورتيفو طلعوا فيه لانه يلعبوا مع بعض. كل هاي الاشياء وتقول لي مش مفاجاه. انا لا زلت ارى انه برشلونه وبصراحه لازم ينطرد أليجري على هاي لو طلع. صحيح يعني راح يفوز برشلونه. لازم ينطرد. قلت لك 2-1 انا مش شايفها بس. طيب خلصوا هاي ارائنا احنا الاربعه، واكيد اكيد زوارنا الكرام عندكم انتم ارائكم، شاركونا بها ودمتم بألف خير.